إيمان خليف ربحت الميدالية الذهبية، الجزائر زوج ميداليات ذهبية. إيمان خليف قصتها تصلح تكون فيلم، كيفاش بدات والتنمر اللي صرا لها كامل في بداية الأولمبياد، مع الأخر حكمت العالم كامل وعطاته زوج كفوف ودات الميدالية الذهبية، وإن شاء الله تزيد تدي تعويضات على الضرر المعنوي اللي صرا لها ويكون بملايين دولارات. إيمان خليف البطلة الجزائرية في الملاكمة تب التاريخ وتربح أول ميدالية ذهبية في تاريخ الملاكمة النسوية. صدقوني هاد الحكايات كنا موالفين نشوفهم غير في الأفلام تاع روكي وأفلام كريد، يوم شفناهم بعينينا خاوتي بصح هاد المرة مرة خاوتي كيفاش وحدة ضد العالم كامل خاوتي وقدرت تحقق هذا النجاح. صدقوني غير جامي صرات. مبروك إيمان خليف، مبروك الجزائر الميدالية الذهبية. إيمان خليف المولودة في الغواط خاوتي وعاشت حياتها في تيارات بمنطقة فلاحية متواضعة شوية خاوتي. بدا الحلم تاعها في الملاكمة من عمر 16 سنة خاوتي، بدات تتمرن في الملاكمة ومن بعد هيك بدات تتطور بالعقل وبدات تطلع وتشارك في المسابقات الوطنية رغم قلة الحالة المادية تاعها خاوتي والكلفة تاع التنقلات، بصح كانت تروح وكانت تلعب وكانت تشارك خاوتي وربحت المسابقات الوطنية وربحت حتى بطولة العالم خاوتي. واليوم بدات الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الملاكمة النسوية.